وقعة فنية شهيرة جدا في التسعينات حصلت للفنان سعيد صالح مع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وبسببها دفع سعيد صالح تمن كبير قوي لما طلع يسلم على مبارك فوق المسرح عكس رغبة وزير الإعلام ساعتها صفوت الشريف، واتجاوز كل زملائه الفنانين زي أحمد بدير وغيره. فتعالوا معايا أقول لكم إزاي دفع سعيد صالح تمن حبه الشديد للرئيس مبارك في التسعينات، وإيه كان العقاب اللي عاقبه بيه صفوت الشريف ساعتها. سعيد صالح كان من أكتر الفنانين في جيله اللي كان بيتصرف بعشوائية وعفوية، ويمكن ده يكون سر كبير في عدم وصوله لمرتبة فنية كبيرة زي عادل إمام مثلا. فهتلاقيه كان مثلا يخلص تصوير مشاهد أفلامه ويروح يسهر على قهوة في السيدة زينب ولا في غيرها من الأماكن الشعبية مع الناس البسيطة، وكان ابن كيف وحظ وما بيحسب لهاش قوي، وبسبب الكيف ده اتحبس قبل كده. وعلشان سعيد كان فنان طيب وتصرفاته جاية من دماغه، فكان في يوم من الأيام حاضر حفلة من الحفلات اللي كان موجود فيها الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وكان المفروض إن بروتوكول مقابلة الرئيس ومصافحته ما يتجاوزش مدة دقيقة واحدة بس، وكان المفروض الدور في السلام جه على أحمد بدير. لكن سعيد صالح ساعتها طلع يجري بسرعة وراح سلم على الرئيس مبارك وقعد يبوسه ويحضن فيه، وما كانش عاوز يسيبه وقعد يتكلم معاه في ودنه بصوت واطي، وتقريبا كان بيشتكيله من حاجة. في الوقت ده كان صفوت الشريف واقف في كتف الرئيس الراحل مبارك، وتقريبا كده سمع حاجة من الحاجات اللي كان بيقولها سعيد صالح لمبارك، وقعد يبص لسعيد صالح ويصغر له علشان يسيب الرئيس وينزل من على المسرح. وساعتها كل الناس اللي كانت حاضرين قعدوا يضحكوا جدا من عفوية سعيد صالح في سلامه على الرئيس، وخصوصا لما أحمد بدير اتدخل وقال: عاوز ايه يا سعيد، ايه حكايتك بقى؟ من اللحظة دي قرر صفوت الشريف إنه يحط سعيد صالح في دماغه ويكرهه في عيشته بسبب شكوى سعيد صالح لمبارك، وبسبب تجاوزه وقت البروتوكول ورفضه إنه يسمع كلام وزير الإعلام في الوقت ده وينزل. وساعتها قرر صفوت الشريف يمنع سعيد صالح من الظهور في التلفزيون المصري أو القنوات الإعلامية المصرية، أو إنه ياخد أي دور تابع لمدينة الإنتاج الإعلامي. وساعتها قرر سعيد صالح يكتفي بالمسرح ودفع تمن محبته لحسني مبارك. راحت السنين وجت سنين غيرها وحصلت الثورة. طب يسكت سعيد صالح وينسى؟ لا طبعا، ده ما يبقاش سعيد صالح. خرج بعدها وقرر انه يفضح صفوت الشريف، وقال عليه انه كان قواد وانه سبب كل الفساد في زمن حكم مبارك، وانه تسبب في قعدته في البيت. وده طبعا بخلاف قصة ان سعيد صالح كان معارض سياسي، واللي اتقال عن فكره ومعارضته لحكمه في كل اعماله المسرحية والسينمائية وقتها. في النهاية رحم الله الفنان سعيد صالح فجوم التمثيل في مصر وصاحب الفطرة الإنسانية الجميلة. يا سعيد بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس